السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ ويلا على قلب غاليين. كل سنة وانتوا دايما طيبين ومبسوطين. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سريعة جدا جدا. في 10 دقايق هنكون خلصنا. كل الحكاية ان انا جبت بصلاية وقطعتها بالحجم اللي انت شايفاه ده، ومعاها كمان 2 من الفلفل الرومي، وواحدة كمان من القرن الفلفل الحراق أو الحامي. لو عندك أطفال طبعا تاخدي بالك ما تحطيش من الحراق. بس تبلتهم بقى بملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. بس كده. دعكت البصل مع الفلفل وقطعت كده شرايح في الفراخ، وتبلتهم وسبتهم في التلاجة وغطيتهم بالاسترتش راب طبعا، وغطيتهم وحطيتهم في التلاجة لمدة ساعتين تقريبا. بس في الفترة دي أنا كنت خلاص جبت بطاطسايتين 2 من البطاطس يعني، 2 من البطاطس وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين. وبعدين خلاص شلت بقى الفراخ وهحط البطاطس المكعبات، او ممكن تقطعيها شرايح زي ما انت عاوزة، مدورة يعني، زي ما انت عاوزة. وهقلب كل ده مع بعضه، البصل والفلفل والبطاطس كمان اللي انا قطعتها مكعبات. هقلبهم كده مع بعض بقى التقليبة التمام، وادخل كل المكونات دي في بعض زي ما انتوا شايفين. تمام التمام. خدوا بالكم ان انا هنا ما حطيتش خالص اي عصير من الطماطم او صلصة، بس دخلتهم في بعض كده. بحاول ان انا حتى التوابل اللي موجودة في البصل والفلفل اخلي كمان البطاطس تاخد منها. هوزعهم بقى كده في البايركس بتاعي، وبعدين هجيب طماطمايه وهقطعها. ما عملتش عصير، انا هقطعها زي ما هي كده. هنقطعها بقى مكعبات صغيرة، مش بتاخد اي وقت خالص. والله انا الاكلة دي عملتها وعملت معاها حاجات تانية كتير، لان احنا كلنا خلاص زهقنا بقى من المطبخ ووقفة المطبخ، وكل يوم فطار وتحضير حلويات وتحضير كنافة وقطايف وعصاير، غير المواعين دي كوم تاني لوحده. كده خلاص انا قطعت بقى الطماطمية بتاعتي، هي طماطمية واحدة بس، انا ما كنتش محتاجة اكتر من كده. هقلبها بقى مع الخليط ده كله برضو، واوزعها كده تمام زي ما انتوا شايفين. وبعدين هرجع بقى الفراخ تاني. الفراخ دي انا كنت مقطعاها كده، مقطعة فيها شرايح بحيث ان هي تتشرب من البصل والفلفل والتوابل اللي انا حطيتهم وحطيتها في التلاجة بيهم. هنا عندي مكعب من المرقة انا حطيته كده، بيدي تطعيمة حلوة قوي للاكل. وما حطيتش ملح بقى لان مكعب المرقة خلاص هو فيه ملح اصلا بتاعه. رجعت بقى الفراخ تاني. بس كده. انتي ممكن بقى في الحالة دي تجيبي معلقة من الصلصة وتدهني وش الفراخ بقى بالصلصة، وعليها كده معلقة زيت، وعليها كمان فلفل اسمر. انا كان عندي كيسين من الكاتشب، فضيتهم وعملت بيهم بقى وش الفراخ ده. ما ننساش طبعا هنحط الزيت. نحط بقى شوية زيت كده حلوين. ادي الكاتشب، ادي اول كيس. بصراحة سهل عليا، قلت ان لسه هطلع صلصة بقى وشغلانة. واحنا يعني انا ما كنتش عايزة ادخل المطبخ واقف فيه كتير اصلا. فخلاص كده تمام التمام. ادي الكيس الاولاني هدهنه، وبعد كده هروح اجيب الكيس التاني كمان. بصراحة ادى للفراخ لون في الفرن حلو جدا، وكمان بيديله تطعيمة حلوة جدا جدا. بس فنانة فنانة بترسم. هجيب الكيس التاني بقى من الكاتشب لان ده طبعا كده قليل.
يلا يا رنوشة، هات الكيس التاني. ادي الكيس التاني وخلاص، مش محتاجة، محتاجتش بقى ان انا احط تاني. خلاص انا هوزع بقى الكيس ده وابقى كده خلاص تمام التمام، مش محتاجة اي حاجة تاني غير ان انا هحط شوية زيت، وهحط مكعب مرقة برضه عشان يظبط لي الطعم بتاعها وخلاص. بصوا بعد ما حطيت بقى الكيس التاني خلاص كده تمام التمام، كده عظمة عظمة عظمة. حط بقى شوية الزيت المحترمين، بوريكم العظمة بقى. هو تقريبا الأكلة بتاعتنا دي هما المعلقتين من الزيت بس هي اللي خدتهم، ما حطيناش أي مادة دهنية تاني غير بس هما معلقتين الزيت دول بس. فدي حاجة كويسة جدا، يعني اللي بيعمل دايت ممكن يظبط الدنيا بقى في الموضوع ده. حطيت بقى رشة من الفلفل الأسود، وهحط كمان مكعب من المرقة. زي ما قلتلكوا أنا بحب أحط مكعب المرقة كده، بيدي تطعيمة حلوة جدا برضو للفراخ. ادي مكعب المرقة بتاعي اهو، بفركه كده بين ايدي وبحطه كده. الأكلة بتاعتك خلصت. يا سلام يا سلام يا سلام، في أسهل من كده في ذمتكم؟ ولا أسهل من كده. هنضف بقى البايركس بتاعي عشان مفيش حاجة تتحروق مني في الفرن بمنديل كده بسرعة. أيوة تمام التمام، فل الفل. بس وبعدين هجيب بقى الورق الألمونيوم وهغطي الوش بتاعه علشان يستوي كويس جدا، والبخار اللي موجود او المية اللي هتنزل من الخضار اللي انا حطيته والفراخ كمان هتسوي بقى كل الكلام ده. انا ما حطيتش هنا مية خالص، خدوا بالكم، ما حطيتش اي سوائل، وما حطيتش كمان عصير طماطم. هو يدوب المية اللي موجودة في الخضار وكمان الفراخ، كل ده هينزل ميته بقى وهيستوي وهيبقى عظمة عظمة عظمة. عايزة اقول لكم بقى بعد شوية من الفرن انا بشيل بقى الورق الفويل ده عشان الوش كمان بتاعي يتحمر. بصوا الوش بقى بتاعي اتحمر ازاي، والفراخ كانت مستوية جدا، والبطاطس كمان استوت مع طبق رز بقى جميل كده. بقت أكلة عظمة. كل أكلتنا النهاردة كانت الصينية الجميلة دي ومع الرز مع شوربة اللسان العصفور. في أسهل من كده؟ ولا أسهل من كده. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكل سنة وانتم طيبين. أشوفكم في وصفات تانية إن شاء الله مع رنوشة. مع السلامة.